ما ارتكبت جريمه في حق جريمه، وانا نقول لهم من الاجل الاولمبي يقولوا لي قانونيه، انا نقول لي انا قانونيه. وجه متجهم ونبرة حادة وعينان تنطقان بالشرار تارة أو شررا كما يقال، وتذرفان الدموع تارة أخرى. هكذا بدأ قيس سعيد في مسبح برادس بالعاصمة التونسية. فما هي الجريمة المرتكبة بحق تونس على حد تعبير الرئيس التونسي؟ الزيارة تلك تأتي بعد أن شهدت بطولة تونس المفتوحة للماسترز تغطية معالم العلم التونسي المعلق على جدران صالة المسبح الأولمبي في ظل عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. الرئاسة التونسية قالت إن زيارة سعيد إلى المسبح الأولمبي لم تكن معلنة. إلا أن وجود الفرقة النحاسية والعزف للنشيد الرسمي التونسي حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن كانت كفيلة بإنذار الحاضرين بقدوم وفد رئاسي كبير. وعلى مرأى من الحاضرين والمصفقين قام الرئيس التونسي بتقبيل العلم. تلك الزيارة مشاهدينا تلاها أوامر رئاسية بحل اتحاد السباحة واتخاذ إجراءات بحق من غطى العلم التونسي بخرقة من القماش. جاء ذلك في اجتماع الرئيس التونسي مع رئيس الحكومة ووزراء العدل والداخلية والرياضة، وهذا ما حدث. الوطن وعلى الشهداء العلم هذا الراية التونسية مخضبة بدماء الشهداء الكثير، والعلم مخضب بالدماء منذ عقود ومنذ قرون للحصول على الاستقلال. يأتي هنا في تونس من يغطي العلم التونسي، هذا لا مجال للتسامح معه. ويأتي هناك من في بلادنا من يغطي علمنا بخرقة من القماش. هنا بعض من ردود الفعل على مواقع التواصل على تصرف